تقع في الحفرة دي، تقف بين ابوكي واهلك وبين خطيبك. لا، كل الاتفاقات مع رجاله العيله، انت بره اي قرار او اجراء لو شريكي وعاوزك هيتعامل. بلاش يجعلك كده من اول حاجه كده انت الواجهه المشاكل، المفروض تعملوا، المفروض تواجهوا مشاكل الحياه. لا لا لا، انتوا كده كده بعد الزواج بتساعدوا بعض على مواجهه الحياه. لا بس هو ايه المقدام، الراجل صاحب القرار المبادر، كل دولت، وانت دورك داعم له فقط، انت داعم له بعد الزواج. اما قبل الزواج مش داعم له ان انا اقف برضه قدام اهلي بعد الزواج، لا، لكن كلمه مين اللي تمشي؟ كلمه زوجك بعد الزواج. لكن قبل الزواج كلامك مع الرجاله. اوعي تغلطي الغلطه ديت، اوعي وتقعي في حفره ان انا اقف ما بين الاثنين. خلي بالك منها. وقت الخطوبه مش مطالب منك انك تسمعي كلامه تمشيه على حساب كلام والدك، لا، انت لسه وليك ابوك، ما زلت في بيت ابوك ووليك هو الاب. واوعي تسمعي الشبهه. تعالى ما اقول لكم، الرجاله يقول لك ايه والشباب دخلوا يقول لي ايه، لا ما في شبهه. بصوا الشبهه تقول لك اصل ايه، خاطب ومن حقه يعرف حدود طاعه زوجته، بعد كده هعرفها ازاي؟ لا، قبل الزواج لا، من خلال انا افرض اوامر عليها تنفذها ضد اللي بيقوله والدها. او لو حد، والله صدقوني، لو حد عاقل ومتزن وسوي عمره ما هيحطك في الامر ده والاختبار والحفره دي ابدا. البنات فتره الخطوبه بتبقى حابه، مشاعرها عاليه جدا، مش عايزه تزعل خطيبها، ده شيء جيد تمام. ولكن لو هو شخص متزن وجيد عمره ما هيطلب منك، ولا هيطلب منك طاعه كامله له دلوقتي في وقت الخطوبه وتنفيذ اوامره له من وراء ابوكي او عكس اللي اتفق معاه على ابوكي. يعني غلط كبير جدا.